هو الامريكان انجلش حاجة واحدة، بمعنى ان في اصدقاء كتير بيقولوا احنا بنسمع كلمات بتبقى بالامريكان وهم عارفين امريكان انجلش بشكل معقول على الاقل، لكن في كلمات بتبقى كلمات مختلفة. هو في اكتر من نوع من الامريكان انجلش. هي الفكرة بتبقى ازاي؟ الفكرة ان في امريكان انجلش طبعا، في بريتش انجلش دي مفهومة، بس الامريكان انجلش برضو مش حاجه واحده. ليه؟ لان في الامريكان، في الدي سي اللي هو الامريكان ستاندرد، اللي هو الدي سي اللي هي واشنطن دي سي. فالامريكان انجلش اللي هو المفهوم لكل اللي بيتكلموا امريكان انجلش، اللي هو الدي سي، ده الامريكان ستاندرد. بس هل الامريكان انجلش فيه لكنات؟ اه طبعا. حتى الامريكان انجلش نفسه فيه لكنات، لان مش كل الامريكان انجلش حاجه واحده. يعني اللي في الشرق غير اللي في الغرب غير اللي في الجنوب، وبالذات طبعا المساحه طبعا كبيره جدا، وطبيعي ان طالما مساحه البلد كبيره جدا طبيعي ان اللكنات هتزيد، ده طبيعي. فالامريكان انجلش مش حاجه واحده. ففي كتير من الاصدقاء بيسمعوا كلمه في الامريكان، بس الامريكان ما بتتقالش كده، لا، لان في لكنات برضو جوه الامريكان انجلش. يعني examples just examples. يعني مثلا في الشرق مثلا غير في الغرب، لان المسافه كبيره جدا بين الشرق والغرب، فالمسافه كبيره فطبعا في لكنات مختلفه. ففي الغرب بيبقى الكلمات او الاكسنت او في بعض الكلمات بتختلف طبعا، والجنوب نفس الحكايه. وبالذات في الجنوب بيبقى اتجاه الاختلاف مختلف، يعني مختلف في اتجاه تاني او مختلف بشكل تاني، لان في الجنوب بيبقى في تقارب شويه مع اللغه الاسبانيه، فبتبقى الكلمات يعني اسبانو امريكان، يعني ينفع تسمى كده يعني، بتبقى كلمات اسبانو امريكان. لان الجنوب بيبقى مينلي بيتكلم اسباني، لان في حتى ولايات امريكيه اساسا كانت اسبانيه، اساسا اسبانيه اللغه مش اسبانيه الجنسيه يعني. ففي ولايات في جنوب امريكا كانت لغتها اسبانيه اساسا، فطبيعي ان اللغه الاسبانيه متواجده بشكل كبير جدا في الجنوب زي فلوريدا مثلا وبعض مناطق في الجنوب، لان اللغات دي كانت مينلي لغتها اسبانيه. and good luck.